السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم الجزء الثاني من تجهيزات رمضان. ده اليوم الثاني اللي هو ايه، بعد الفيديو اللي شفتوه امبارح. ده كان يوم متعب جدا وشاق جدا جدا جدا. لاني عملت فيه 60 حاجة يعني، والحمد لله كلها نجحت وحسيت تعبي ما راحش هدر، يعني عملت حاجات مفيدة. يا رب يعجبكم الفيديو. انا زهرة هدو، ودي قناتي. أتمنى أنها إن شاء الله تعجبكم، المحتوى يكون مفيد لكم بإذن الله. هنبدأ بسم الله. أول حاجة كرومب، مش كتير قوي بس شوية كرومب حلوين أكيد هيكفوني رمضان وغير رمضان كمان. قلت أخزنهم في الفريزر علشان هينفعوني طبعا من السلق والتقطيع وكده. الكرومب الصغير اللي انتوا عارفينه ده مفيش تقريبا بلدي خلص يعني. آه قطعته نصين لأنه هو صغير وسلكته، وأهم حاجة السلق بتاعه ما يكونش قوي، عارفين يعني، ما يكونش مش جامد طبعا زي ما احنا بنلفه، ومش أخضر برضو، لأني لو سلكتوه أي كلام كده هتحسوا أحيانا من ريحة مش ظريفة خالص في الفريزر. يعني أنا جربت مرة سلكته مش قوي عشان خاطر ينفع معايا مثلا ويبقاش طري قوي، عمل ريحة مش حلوة. وجربته قبل كده برضو سلكته شوية زيادة بيجي لونه أصفر ومش حلو، لكن أنا طبعا اتعلمت يعني فإيه. دلوقتي سلقاه نص سلقة أو أقل شوية. وهكيس وأحطه في الفريزر. دي من أول تجهيزاتي. طبعا شفته في أول فيديو كذا حاجة يعني، كذا تجهيز. المشكلة أني تعبت فيه قوي. ليه؟ لأنه هو في يوم واحد بس. الكرومب ده كان في يوم قبل التصوير. اول حاجه ميه. اكبر حله عندي طبعا هي الحله دي، معايا في كل، متمرمطه معايا في كل الفيديوهات. حطيت لها ليمون وملح. احس الملح بيحفظ شويه وبيخليه ما يتهريش معايا اكتر. وهسلق الاتنين مع بعض عشان طبعا اخلص. اهم حاجه ما خلوش يستوي كويس زي ما قلنا، يعني وسط، ويبقى لونه زي ما انتم شايفين اخضر حلو كده، ما يبقاش لونه اصفر. كان كده كويس. انا لمسته عشان اشوف يعني. عملت ايه بقى؟ حطيت حمام ميه بارد، ميه ساقعه، وحطيت لها شويه خل، ونزلت فيه بقى ايه اللي انا سلقاه. طبعا الميه دي بتدفى بعد كده بغيرها عادي يعني، بس انا عشان ايه يعني اوقف سلقه شويه وبعد كده برجع اغسله كمان. هعمل الكميه كلها. انا بوريكم ان هو ايه كويس ومحتفظ بخضاره وبملمسه كويس يعني. بصفي طبعا. كل اللي بعمله اول باول بصفيه، ممكن اغير ميه، ممكن ازود عليها كده يعني. اكيد لما يكون الواحد نفسه ساعات في كرومب ويكون جو صيف، انتوا بتحسوا الكرومب بتاع الفريزر مش كويس. لا والله انا بعمله بيبقى كويس جدا، وكأن انت لسه عاملاه فعلا يعني. ادام صفيته كويس وخزنته كويس الفريزر يكون كويس خالص يعني. الفريزر بتاعي المجمدات ما بيتفتحش الا لما يكون عايزه حاجه مجمده منه. مش بحطه في الفريزر بتاع التلاجة عشان خاطر ما يخسرش يعني التلج بتاعه وكده. ف برضه هيوفر معانا وقت يعني. لو مثلا بتلفوا حاجه اي محشي وفاض معاكم شويه رز، فبنستغل الفرصه وبنحشي مثلا ولا حاجه. دلوقتي انا الصفى معايا خالص، سبت وقت يعني، كنت غسلته وصفيته. هتلاقوا فيه ورق مهري شويه على جنب، ده مش هحطه. بس انا ايه قطعته بحيث ان ينفع يتشال في الكيس. مش معنى كده ان هعمل كيس كيس، اكيد هعمل 4 اكياس مع بعض مثلا لو عوزت، بس عشان اعرف انظمهم في الدرج بتاع الفريزر يعني. ممكن احطه زي ما هي كده، ولما اجي احشي ان شاء الله اقطعه نصين. ما تخيلوش العمل ده انجاز قد ايه. ده عمل آه عمل خير. ادي جاب كميه حلوه ما شاء الله. يعني انا بالنسبه لي ما بحبش اخزن كتير قوي، مش قوي يعني. احنا مش ناس كتار كل شويه عايزين ناكله كرومب، لا يعني الواحد لو عايز، لو بيجي نفسه في حاجه يلاقيها. لان الحاجه ما بتكتر ممكن تقعد لسنه بعديها فبتترمي، فحرام يعني، لاني بتتعب. ادي اول درج ده عملته للكرومب.
تاني حاجة بقى ودي المهمة، أنا امبارح عملت معاكم الفراخ والنهارده قلت هعمل معاكم اللحمة. أنا اللحمة ما بفرمهاش إلا على المفرمة العادية بتاعة المكنة الحديد دي، عارفينها بتاعة البسكوت أو بتاعة ليه، عشان أحس ملمس الفرم باين حلو كده محبحب، ما احبش إنه يبقى في الكبة ومهروب كده هرك يعني. بس انا وبقطع اللحمه هي 2 كيلو، طلعت طبعا الدهون وكده، لقيت فيها حتت حلوه كده، قلت اعمل لي نص كيلو او اكتر كباب حله واركنه على جنب يعني. كنت حابه برضو اعمل العصاج نفسه من دلوقتي، يعني اعمل بصله واللحمه، بس حسيت ان انا هتعب نفسي قوي لان لسه هعمل الدمعه يعني واشيلها في الفليزر، فقلت كفايه كده يعني، اشيل اللحمه على كده، ولو عوزت ايه اخد منها، ومش ياخد معايا وقت الا بصلايه بس هقطعها وتتعمل العصاج يبقى سريع يعني. ده اول كيس، ده اللي هو يعني كميه كتيره شويه، تقريبا 600 جرام. ده كويس لو عملناه كباب حله كده مع بصل، يبقى يوم وعدى يعني. بس حكايس تقريبا انا مش عارفه 3 اكياس ولا 4، 3. هقول لكم هعمل ايه كمان، شفتوا كيس 3 اكياس. حطيت فيه نص كيلو حلوين يعني حلو قاعد، قلت اعمل فكره حلوه خالص، هي متعبه جدا بس يلا. هعمل كفته، وعامل كفته داود باشا، كفته عاديه اللي هي بالبقدونس بتاعنا ده وبالعيش الفينو او بالبقسماط، والتانية اللي هي لحمه مفرومه وبصل بس يعني. دي هتلاقوها فيها بقدونس، التانية ما فيهاش. بس حطيت لها ايه كمان عيش فينو، يعني عيش فينو ناشف، طحنته في نفس المكنه، عارفين المكنه العاديه دي. آه فبس حسيته ان هي يعني البصل كتر شويه، فحطيت له شويه بقسماط كمان. طبعا هحط التوابل بتاعت دي وبتاعت دي، وهصبحهم وهكورهم، يبقى انا ايه عملت برضو اكلتين حلوين ممكن يوفر معايا وقت في رمضان. طبعا الكفته العاديه بتاعتنا بنحط عليها ايه كزبره وكمون. ايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد، فلفل اسود. بس لكن كفتة داود باشا مش حابة احط لها الحياة الشرقية بتاعتنا، احط لها بس توابل، كان جوز الطيب وحبهان، وكمان هحط لها فلفل اسود فقط. بس الفلفل الاسود هيبقى عميل مزدوج، هيبقى في الاتنين يعني، لانه ما بيضرش خالص يعني، بحب النكهة بتاعته جدا. طبعا طبعا هعجنهم كويس، انا كنت ناسيه الملح كويس افتكرت. هعجنهم كويس خالص، وبعد كده هكورهم. دي شوية البقسماط اللي هتمسك شوية الكفتة بتاعت داود باشا دي، أنا عن نفسي يعني أنا مش عارفة، بس أنا كنت بعملها بدري بصل ولحمة مفرومة بس وبزودها بقسماط مثلا. لكن معرفش صراحة بتحطوا فيها ايه تاني يعني، حتى ما ببصتش على النت شفتها بتتعمل ازاي، بس هي أهم حاجة بتبقى مدورة وبتعمل معاها مكرونة سباجيتي بس يعني. ده الاختراع. ودي الكفتة بتاعتنا العادية، مش كفتة رز، الكفتة العادية. جبت صينية وهصب عليها الكفتة. طبعا مش هينفع تشال مقلية خالص يعني، هتبقى ناشفة ومش حلوة مش ظريفة، فقلت بس اصبحها واشيلها كده تتجمد، وبعد كده لما عاوز اجلي منها هتفك معايا عادي مفيش مشاكل. انا مش هوريكم اللف كله، هعملكم ايه غمضوا عينيكم فتحوها يلا. حلوة اللعبة دي قوي. عملت اول صينية، ما شاء الله كمية حلوة والله قوي يعني. يعني ممكن اعملها مرة واحدة وممكن على مرتين لو انا عاملة حاجة تاني معاها. عارفين في رمضان بننوع بنعمل تأليف كتير، فأي كمية هتكفينا إن شاء الله. دي بقى الكفتة التانية، هكورها برضو. بس كده وإيه، وتفضلوا. خلصت برضو الصينية التانية، وبعد كده حطهم في ورق فويل، واحطهم في الفريزر إن شاء الله. ما تقلقوش يعني وتحسوا انه ممكن تداس عليها او انتوا بتجمدوها، لا تبقى سليمة 100% يعني.
بس كده اول تجميدات اللي هي اللحمة. طبعا ايه، كفتة وداود باشا وكباب حلة ولحمة مفرومة. ده حلو خالص، يكفينا اول اسبوع اتنين. مش عارفة يعني هيكفي قد ايه بالظبط. بس زي ما قلت انا مش بعمل للشهر، انا بعمل على كدي يعني، كل ما عاوز هعمل ان شاء الله. دي الفكرة بقى اللي انا مقتبساها من اليوتيوب. شفت حد بيحمر رز وبيحمر لسان عصفور، عجبتني الفكرة قوي، هتوفر معايا وقت. فقلت احمر ايه، 2 كيلو واشيلهم محمرين خالص يعني. بس المشكلة يا ريت لو انتوا بتحمروا 2 كيلو او اكتر ما تحمرهمش مرة واحدة في الحلة، هياخدوا وقت جامد معاكم. فانا خدت وقت جامد يعني، فلو انا كنت عملت شوية شوية كان افضل يعني. بس برضو اتحمر في الاخر وبيجي تمام. هقعد ايه اهزهز فيه شوية يعني، اللي تحت بيجي فوق. دي احسن من ان اقلبها بالمعلقة كل شوية. قلت اعمل ايه بقى، انا عملت حاجات كتير قوي انا لحد دلوقتي ايدي وجعاني والله قوي، وكمان رجلي وجعاني من الوقفة. انا بكره حاجة اسمها وقفة. انا لو الحاجات دي كلها انا وقاعدة هبقى مبسوطة انا وبعملها، بس يلا. بس عملت ايه بقى، قلت انا مش بحب الكوسه يعني في رمضان الا لو عملتها قوارب او حاجه. لكن قلت اعمل جزر وكوسه شوربه. عارفين لما بنعمل شوربه خضار يعني. قلت هعملها مربعات زي كده اللي هي بتبقى معاها بطاطس. فبس طبعا مش هينفع احط البطاطس من دلوقتي لاني هتسود يعني في الفريزر. قلت خليها معلش نتعب نفسينا ونقشر بطاطسايه ساعه ما بنعمل الشوربه. ممكن برضو الشوربة ممكن نطبخهم يعني، لو هنعمل بطاطس وجزر واسمه ايه ده وكوسة يعني. بس انا دول عاملاهم للشوربة مش للطبيخ. قعبوا معايا 3 اكياس حلوين قوي. برضو ده انجاز. قلت انا وبيتحمر الرز يعني ايه، اعمل حاجات مفيدة، مش هقعد جبال الرز واسيب زمام الامور تفلت من ايدي يعني. بس اهو كان بيتحمر. هقعد كل شوية قلبه زي ما شايفين، انا عايزة كله يبقى لونه احمر مش بس اللي تحت او كده يعني. باين، هو باين كده. سرعت الفيديو. هو خد معايا والله وقت جامد جدا يعني. بس ايه الوقت ده كله اللي انا تعبت فيه اكيد هيوفر عليا اول كام يوم في رمضان ان شاء الله، ان شاء الله اول اسبوع. حطيته في صينيه عشان يبرد خلاص كده ومتحمرش اكتر من كده. طلعته في الصاله عند المروحه عشان ايه، يتهوى شويه ويبرد شويه. في الوقت ده بقى هعمل ايه، لسان العصفور. انا ما كترتش برضو، جبت كيسين بس يعني كيلو واحد. كل كيس كان نص كيلو. طبعا زي ما عارفين احنا ما بنعملش كتير يعني، احنا لما في الطبخة مثلا او الاكل او اليوم مثلا بعمل نص الكيس، مش بعمل كيس كامل مش بيتاكل يعني معايا. بس فده برضو هيوفر معايا وقت. لسان العصفور حلو لانه بيتحمر بسرعة. الفكرة دي شفتها والله، شفت 2 أو 3 عملوها تقريبا، عاملينها من السنة اللي فاتت بس انا ما كانش عندي علم. وكمان اهم حاجة الصح، عشان خاطر الناس تقول ممكن تغير لون، مش لون، تغير طعم مثلا او زيت او كده. بس انا عملتها بسمنة بحيث ان السمنة عمر ما بتغير عموما يعني، السمنة بتبقى محتفظة لكن الزيت هو اللي بيغير. وده جبت برطمانات كويسة والله صحية. انا سأل الراجل انا وبشتري يعني، هو وضميره قال لي دي كويسة وبتاعت المأكولات يعني وكده. غسلتها كويس نشرتها كويس، وهحط فيها بقى ايه، الرز ولسان العصفور. مش هحطه في تلاجة ولا حاجة يا جماعة، هشيله عادي في ظرفة المطبخ يعني. السمنة محتفظة بتحفظ الحبوب دي يعني. عندي كده علبتين، والعلبة الصغيرة دي مثلا تعمل بيها مرة مع الرز الأبيض. كده خلصنا مرحلة نيجي لأصعب مرحلة. أصعب مرحلة آه ان انا اعمل ايه، بصل دمعة يعني، بصلة وطماطم، واخليها جاهزة لو عايزة اعمل صينية بطاطس، عايزة اعمل طبيخ عادي يا جماعة. بس فايه عملت الفكرة دي السنة اللي فاتت لا السنة اللي قبلها يعني.
نفعت جدا واحتفظت بالطعم والله خالص، مغيرتش ابدا معايا. لان في ناس بتقول، هي اختي صراحه الجلال عليها، ام يمنى. ها يا مروه اهو جبت سيرتك. بس ايه رايكم؟ ده 4 كيلو بصل، قشرتهم وهقطعهم دلوقتي. طبعا مأساة. اخر بصلايه دي يمكن اللي فيها البركه، كنت هشيلها وقلت ياه معلش جاتش على دي يعني. بحب البصل الابيض جدا واللي هو جديد. هو بيجل يعني بعد ما بتقطعوه بيدبل كده وبيجل. بس احس لونه حلو، ما بيأثرش على الطبيخ معايا يعني. المهم لما حفظته السنه اللي فاتت او اللي قبلها، ما غيرش طعم خالص. ليه؟ بحفظه في كيس مثلا واربطه كويس واحطه في الفريزر، ما بحركش باب ما بفتحش الا لما بكون عايزه يعني، اللي هو الفريزر الكبير. فكان قاعد معايا زي ما هو. كان بيسعفني. احنا على فكره مش طول الوقت هعمل بدول مش هيكفوني برضو. دول هيكفوني مثلا 7 طبخات بس. ده انا بوريكم بقطع البصل. صدقوا ان انا يعني ما دمعتش لما قطعت البصل ده كله. مش عارفه ليه، لان انا قاعده من الصبح في المطبخ، فتحس انه ايه، الواحد بيجي جبله كده تنح. ادي الحله برضو، الراعي الرسمي لليوم. اللي كنت عامله فيها الرز. جبت باقي السمنه اللي عندي وخليت السمنه تقدح طبعا، عشان ايه؟ تعمل تش. بس احط البصل كان كتير جدا يعني، مالي الحله على الاخر. طبعا هسيبه شويه، احط له بس ملح واسيبه هيدبل وينزل، وكل شويه اقلب فيه عشان ما يتحركش من تحت، او ما يلحقش بلغتنا احنا بقى. طبعا هكتر ملح عشان كميه كتيره، وبرده مش هيكون ملح يعني، عشان لما اطبخ اي حاجه هظبط الملح ان شاء الله. الواحد بيكون صايم فما بيبقاش عارف، بس انا احساسي دايما بيبقى مظبوط. عمري الحمد لله مش بملح الاكل ابدا. ممكن يبقى ناقص بسيط، لكن انه يبقى زايد لا. على رأي مامي ايه، المالح يتكب والعادم يتطب. يعني الملح يترمي ملهوش حل، لكن العادم ممكن تحط له ملح. معلومة يعني اكيد ما مش اول مرة تعرفوها. طبعا جبت كمية طماطم برضو كتيرة، مش عارفة قد ايه صراحة يعني. فضيتهم على بعض، عندي كيسين طماطم وايه، ممكن يكون 2 كيلو او اكتر، مش يمكن 3 كيلو، مش عارفة برضو. عملتهم في الخلاط وركنتهم على جنب. آه مش عارفة تالت حاجة ولا رابع حاجة ولا خامس حاجة. برضو كان نفسي كل ما اروح عند ماما تقول لي هعملك عصير جزر، فانا ما بعملش ابدا في حياتي. مرة عملت مربى جزر، والله ما حد ضاقها الا غيري، وفي الاخر رميتها يعني. ملناش في يعني الحاجات دي، مش عارفة ليه. لكن لما اشوف حد بيعمل بغير بقى وعاوزة اعمل زيه. بس فانا قلت اعمل جزر بالبرتقال. بس هعمله ازاي؟ طبعا ما بحبش انه يبقى ملمس، عارفين بتشربوا الجزر ما بتحبوش يبقى فيه الرميله بتاعته دي. فقلت هسلقه زي المربى، بس طبعا مش هخليه يستوي زي المربى على الاخر يعني. هسلقه وبعد ما يبرد احط له سكر برضو بالمره، واحط له عصير البرتقال. ادي البرتقال ده كله انا جبته ايه بلدي، مش بصرة، لان بصرة بيبقى كله الياف وما بتحسوش بطعم زمان، عارفين اللي هو بيبقى مزز كده شويه. بس هقسمه نصين وايه هعصره. انا خدت شويه قشر يعني، شويه قشر قلت احتفظ بيهم، ربما عوزتهم في اي تتبيله ولا حاجه. بظبط الدنيا طبعا، الكسرولة على النار خفتها ايه تفور ولا حاجه. الكميه دي كلها جابت ايه، جابت شويه اللي انتوا شايفينها دي. صفيتها خالص طبعا من اي شوائب ولا اي حاجه. برضو كويسين، حلوين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اعملهم مع الفطار. اكيد ما حدش هيشرب ولا انا برضو، وهم بيحبوا اللي عارفين الصوبيا والتمر الهندي والحاجات دي. بس ما احسهاش انا صحيه يعني بحسها مضره شويه. ساعات لما بعمل دايت في رمضان ما برضاش اشرب السكريات دي، فبشرب عصاير فريش مثلا. بس انا عملت إيه بقى على الجزر ده. حطيت له شويه ليمون، وحطيت حتة كربوناتو يا جماعة. كربوناتو ليه؟ عشان يسويها أسرع، وبتحافظ على لونها، بتخلي لونها يبقى أورانج أورانج يعني. عبال برضو ما تستوي معايا الجزر. بشوف البصل. شايفين ده بعد ايه يعني، بعد ساعة يمكن أو ساعة ونص والله على النار. نقص زي ما شايفين، نص الحلة، جاب نص الحلة.
حط له ايه زي ما بنعمل الدمعة العادية، حطيت له شوية توم وهقلبه وهسيبه شوية كمان لحد ما احس ان السمنة اللي انا حطيتها طلعت شوية على الوش. هو طبعا مش هيبقى متحمر زي ما بنعمل بصلاية او اتنين، لانه ده كتير جدا بيبقى زي كريمي شوية يعني. بس المستوى ده واللون ده هو كده بالنسبة لي استوى حلو. حط له طبعا فلفل اسود وكزبرة وكمون، ده العادي بتاع اي دمعة يعني. وبعد ما احس انه استوى خلاص البصل، هنزل بايه بالطماطم. شوفوا اتعبت الحلة تاني، هستناها برضو لحد ما تنقص تاني مع نفسها يعني لحد ما تستوي. بس على الجزر كان خلاص ومفروض استوى، احط له ايه سكر، اللي هو بدل ما احط يعني لما اجي اعمل عصير لسه احط سكر واحط مش عارفة ايه، فده كفاية يعني. احط السكر بالمرة وبعد كده هطحنه بالهاند بلندر، هنعمه قوي يعني. وطبعا مش هحط عليه عصير البرتقال دلوقتي يعني لانه هيبقى زي المسلوق فمش هينفع خالص. فانا هستناه لحد ما يبرد تماما، هحطه في التلاجة برضو عشان ايه الوقت، عايزه اخلص عارفين، عايزه اخلص من كل اللي ورايا ده. ولما ان شاء الله يبرد هحط عليه العصير وبعد كده اعبيه في كاس. الكيس ده بقى اللي هعبيه يعني ممكن هزوده شويه ميه، وعشان هو مركز وتقيل قوي مش هينفع. هزوده شويه ميه وبعد كده ايه هيبقى عصير جاهز معايا. شفته قبل ما انسى، كنت خلاص اخر حاجه بالنسبه لي الصلصه وخلصت. اكتشفت ان انا عندي زبده في الفريزر من شهر يمكن ولا اكتر. كنت مخليها لرمضان عشان انا عندي اصلا، فايه قلت اخلي دي لرمضان. فافتكرتها قلت تعالي بالمره، هو ايه اليوم المفتوح للعمل الشاق النهارده. خليتها على النهارده ابص، او جبت اخري والله جبت اخري. بصوا يعني صليت انا وقاعده بعد كده لان رجلي فظيعه كانت ورمه جدا يعني. بس اخر حاجه طبعا ده كان بارد خلاص وزودته يعني حطيت العصير البرتقال على الجزر، فجاب معايا ده مركز تقيل يعني. حتى لما دقته حبيت اشرب، حسيت اني مش هقدر اشرب التقل ده. فان شاء الله هبقى ازوده ميه ويبقى خلاص ده العصير بتاعي. دي علبه السمنه بقى انا مش هغسلها ولا حاجه، علبه السمنه البلدي بتاعتي هحط فيها السمنه، بس انا لقيت السمنه سخنه جدا ما تنفعش يعني، ممكن تكسر العلبه القزاز، برضو هخليها تبرد. وده بعد ما تناقصت الكمية بتاعة البصل. بس انا كمان خدت منها كبشتين كده لان عملت مكرونة بشاميل عشان اتعشى بيها. لازم اخد يعني، وخدت لحمة برضه لازم. قلت لسه يعني هاخد لحمة من الفريزر وسايبة دي وسايبة اللي انا فرماها دلوقتي، قلت هفرم تاني ان شاء الله. بس ده كان بعد فترة برضه، فترة من الزمن. صفيت شوية في العلبة دي الصغيرة عشان تبقى يعني سهلة لما عاوزة اعمل اي حاجة. وعندي برضو العلبة دي كان بردت، اهم حاجة بردت جدا يعني عشان طبعا العلبة بلاستيك ما ينفعش تبقى سخنة. صفيت عليها. اللي من تحت ده بقى اللي هو اسمه ايه بالنسبة لنا احنا، اسمه السلوى. اسمه السلوى، انتوا بالنسبة لكم او بالنسبة للناس البحروين يعني او عامة اسمه المرتة. فده اجمل حاجة في اللي احنا بنعمله ده كله يعني. بيتحط عليه شوية، لا انا حاطه له شوية ملح على فكرة يعني، بعمل الزبدة دايما بحط ملح مش كتير طبعا عشان ما يأثرش على الطعم لو بعمل حاجة حلوة. بس وده يتغمس فيه بيبقى فظيع فظيع يعني. ده بعد ما ايه، بعد ما اتعشينا وخلصنا والامور تمام، لاني يعني حسيت انه لازم ياخد كفايته من البرودة عشان يبرد شوية. شغلت له المروحة الحلة دي وخليتها في الصالة، وكان خلاص بردت مفروض، بس حسيتها مشبرة شوية، خليت الغطيان مهواية شوية يعني. بعد كده طبعا هشيلها عشان بس تتهوى، انا لسه ما حطيتهاش في الفريزر. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش انا زهرة هدو، ويا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم اشعارات باللي انا بنزله دايما. يا رب يكونوا استفدتوا وتشجعتوا وتقوموا تعملوا اللي انا عملته ده. ونتقابل باذن الله في فيديوهات تانية كتير، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. يعود عليكم الايام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.